بسم الله الرحمن الرحيم. بيان المجلس المحلي لمدينة مصراتة بشأن تصريحات عضو المؤتمر الوطني العام حسن محمد الأمين بناء على دعوة الاجتماع الطارئ الذي دعا له المجلس المحلي لمدينة مصراتة، والموجه إلى كل من السادة رئيس وأعضاء المجلس العسكري، رئيس وأعضاء مجلس الشورى، رئيس وأعضاء اتحاد الثوار ومؤسسات المجتمع المدني، والذي عقد بتاريخ الأربعاء الموافق لل13 من شهر مارس 2013 ميلادي، وعلى تمام الساعة 1:30 ظهرا، استعرض موضوع تصريحات عضو المؤتمر الوطني العام حسن محمد الأمين وتطاولاته على أهل مدينة مصراتة. وبناء على ذلك الاجتماع أصدر المجلس المحلي لمدينة مصراتة وبصفته الممثل الشرعي والناطق الرسمي باسمها هذا البيان، موضحا وطالبا فيه ما يلي: أولا، نستنكر وبشدة ما صدر عن عضو المؤتمر الوطني العام من تصريحات، ونتعجب من كثرة خروجه وتصدره لوسائل الإعلام حول مختلف القضايا، متجاوزا بذلك دور الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام. ثانيا، الاعتذار الرسمي والجلي لأهله الشرفاء ومدينته الصمود عما صدر عنه من ألفاظ بذيئة. ثالثا، الاعتذار للسيد معالي مفتي الديار الليبية عما صدر عنه من تهجم واحتجاج باطل. رابعا، نطالب السيد حسن محمد الأمين بتقديم استقالته للمؤتمر الوطني العام حسب الإجراءات والطرق القانونية. خامسا، نطالب المؤتمر الوطني العام بحجب الثقة عن السيد حسن محمد الأمين، وذلك لما سببه من جرح داخل مدينة مصراتة. سادسا، سيتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الموضوع. حفظ الله ليبيا وأهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجلس المحلي لمدينة مصراتة.